ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل ان شاء الله النهارده مع بعض الشاورما على طريقه تركيه. هنعمل الدونر فراخ، هنستمتع كده بتجربه الشارع التركي في البيت. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تشتركوا في القناه. يلا على طول نبدا مع بعض. اول حاجه هنبدا بيها وهي التتبيله. هحتاج بصله فرماها مصفيه منها الميه كويس قوي. هنحتاج كمان معلقتين زبادي او حليب، وهنحتاج معلقه كبيره زيت زيتون، وده مكعب مرقه مدوباه كده في ربع كوبايه ميه. البديل معلقه صغيره مرقه فراخ فوريه، وهحتاج كمان معلقه صغيره صلصه، وده خليط من التوابل. اهم حاجه هو الكمون نص معلقه صغيره، واحتاجت بابريكا مدخنه وزعتر وملح وفلفل اسود، معلقه صغيره توم مفروم، وده دبس الفلفل الاحمر الحلو اللي عنده جاهز طبعا يستخدمه، بس ده انا عاملاه في البيت. هوريكم في اخر الفيديو ان شاء الله ازاي عملته. هحتاج منه معلقه صغيره. اهم حاجه بتميز الشاورما التركيه دبس الفلفل الاحمر الحلو والكمون. وهقلب كده التتبيله بتاعتي كويس. هنستخدم صدور او اوراق براحتنا. عملت فيها فتحات كده عشان التتبيله تدخل لكل جزء من اجزاء الفراخ بتاعتي. وهجيب كيس حراري كده هنقل فيه الفراخ بتاعتي، هحط كمان باقي التتبيله كلها، مش هسيب اي حاجه من التتبيله خالص. والفها كده على شكل اسطوانه وشكل بونبوني زي ما عملنا مع بعض في فيديو اللانشون كده. هلفها واضغطها كويس واقفلها من الجنبين. ودي حاجه كمان بتميز الشاورما التركي اللي هو الدونر فراخ، انها بتاخد شكل الاسطوانه كده، ولما نيجي نقطعها تدينا حلقات رفيعه قوي. ونسيبها في الفريزر. هي الطريقه الصح ان احنا نسيبها يوم كامل من بالليل للصبح. تعالوا نعمل مع بعض الصوص كده للسندوتشات والفتة. هنحتاج معلقة صغيرة دبس الفلفل الأحمر الحلو أو معجون الفلفل الأحمر، وهحتاج كمان قدها معلقة صغيرة من أي هوت صوص احنا بنحبه. ما تخافوش مش هتبقى سبايسي، ده هوت صوص يعني بيدي سبايسي بسيط قوي. وهحتاج معلقة صغيرة من الزبادي، ورشة بسيطة من الملح والفلفل الأسود، وجنزبيل أو زنجبيل على حسب ما انتوا بتقولوه. قولولي تحت في الكومنتس بتقولوا عليه ايه، جنزبيل ولا زنجبيل. وحطيت معلقة صغيرة من الخل، وهقلب الحاجات دي كده مع بعض وبس. الصوص بتاع السندوتشات بقى جاهز. تقريبا بعد 5 ساعات طلعت الرول بتاعي. المفروض كنت اسيبه طول الليل بس انا كنت مستعجله، طلعته بعد 5 ساعات. ونجيب اكتر سكينه حاميه عندنا ونحاول نقطعها شرايح رفيعه على قد ما نقدر، زي السمك اللي انتوا شايفينه ده كده. وبس نفضل نقطعها لحد ما نخلص الكميه كلها. وده كده انا خلصت الكميه كلها. تعالوا مع بعض نسويها. هنجيب طاسه على النار، نحط فيها معلقه زيت، ونسيب الزيت يسخن كويس قوي. اهم حاجه الزيت يكون سخن جدا، عشان لما ننزل الفراخ كده ما تنزلش الميه بتاعتها. عايزين لما ننزل الفراخ تعمل تش كده. اول ما تتحمر من الجنبين خلاص نطلعها. وكمان ما نملاش الطاسه قوي، نحط شويه صغيرين عشان الفراخ ما تنزلش ميه. وبس نيجي لاحلى مرحله وهي لحظه بناء الساندوتش. هنجيب عيش تورتيه او عيش صاج، نحط فيه شويه من الصوص اللي احنا عملناه مع بعض، وبعدين نحط شويه من شاورما الفراخ، وبعدين نحط كمان بطاطس. البطاطس دي انا عاملاها في الفرن مش قلياها يعني، عشان كده طريه شويه. واحط كمان جبنه موتزاريلا. ده كده الميكس المثالي بالنسبه لي في الساندوتش. لو انتوا بتحبوا مخلل خيار او طماطم او خس تقدروا تضيفوا الاضافات اللي انتوا عايزينها. ونيجي لاهم خطوه، ان احنا ازاي نلف الساندوتش. نتني الاطراف كده على بعض عشان الحشوه ما تخرجش مني بره، ونتني الاطراف كده واحنا بنلفها رول زي ما انتوا شايفين كده، ونخلي قفله الساندوتش من تحت. ونحمص العيش بتاعنا كده عشان يتقفل من تحت وياخد علامات الشوي دي في اي طاسه او شوايه عندكم. ودي كده اول طريقه لشاورما الفراخ التركي اللي احنا ناكلها في هيئه ساندوتش، او ان احنا نعمل فته. عملت رز بسمتي، وده عيش محمصاه في الفرن كده مع معلقه سمنه، اللي بيحب يحمره يحمره. وحطيت على الوش كده شويه فراخ، وفي الاخر كده رشه سماق. وبس بقى عندنا كده فتة شاورما طعمها لذيذ جدا. احلى حاجة في فتة الشاورما هو بيبقى العيش بتاعها. وده كده شكل الساندوتش من جوه. في اول الفيديو كده كنت قايله لكم ان احنا هنعمل دبس الفلفل الاحمر الحلو مع بعض. تعالوا كده اوريكم ازاي نعمله في البيت باسهل طريقه. هنحتاج 3 فلفل احمر رومي، يعني اي عدد انتوا تفضلوه. وهحتاج اي صينيه بتدخل الفرن، واحط عليها معلقه كبيره من زيت زيتون، وادخلها فرن درجه حراره 225 لمدة نص ساعة، او بالنظر كده اول ما تشوفوها اتحمرت كده وبقت طرية اتشوت يعني كده، وخلاص نخرجها على طول. وبعدين هنحط عليها شوية اضافات كده. هنحط عليها معلقة صغيرة خل. الخل مهم جدا لان هو هيعمل كمادة حافظة يعني. وهنحتاج كمان معلقة الا ربع تقريبا من الملح. وبعدين هنضربهم كده مع بعض بالهاند بلندر او في الفود بروسيسور لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. وعلى الوش كده نحط معلقتين من زيت زيتون. الزيت زيتون مهم جدا برضو لان هو بيعمل كمادة حافظة. وبس بقى عندنا احلى دبس فلفل احمر حلو في البيت. نحفظه في الفريزر افضل من التلاجة علشان ما يبص يعني. في الفريزر كده يقعد معانا من 4 ل6 شهور.
وبس دي كانت كل حاجة الفيديو النهاردة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتس وتعملوا لي لايك وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة قريب. مع السلامة.